السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض كشري الحلة الواحدة. كشري خفيف ولذيذ، والصراحة حبيته عن الكشري العادي بتاعنا. ان شاء الله نعمله مع بعض بسرعة وكمان موفر، وان شاء الله يعجبكم بالطريقة اللي انا هعملها النهاردة دي. لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل، ومتنسوش تحطوا لايك للفيديو ده. ويلا بينا نشوفوا المقادير ايه. اول حاجه في الكشري هو البصل، بقطعه جناحات صغيره زي ما انتم شايفين، قطعته كده بلمسه من عبير الصغير، واكيد كلكم عارفينها. قطعته كده جناحات صغننه كده. دلوقتي بقى الطبق اللي معايا ده فيه معلقتين دقيق ومعلقتين نشا، وده اللي بيخلي البصل بتاع الكشري يطلع معايا لونه ذهبي ومقرمش لحد اخر حاجه في الكشري، يعني حتى لو اتبقى منه بيفضل بردك مقرمش. بعفره كده البصل بالدقيق او ببدره يعني، وممكن كمان تنخليه في مصفى. انا بعد ما عملت كل الكميه اللي معايا، واكتر حاجه بحبها في الكشري هو البصل طبعا، يعني فعشان كده مكتره شويه. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اقليه في زيت يكون سخن. اول ما بينزل كده لازم يعمل الفقاقيع دي، يعني كده يكون سخن. اهم حاجه ما يبقاش بارد عشان الكفر اللي احنا عملناه له بالدقيق ما يقعش من عليه. تمام. دلوقتي بقى انا ببتدي ان انا اقليه، وطبعا على نار هاديه، يعني مش على نار عاليه عشان ما يتحرقش مني. هسيبه بقى كده، وهبتدي ان انا اعمل الصلصه. وده كميه الطماطم اللي معايا حوالي نص كيلو من الطماطم، وطبعا على حسب كميه الكشري اللي انت عايزاها. بعد ما ضربتها في الخلاط زي ما انتم شايفين بردك بنفس لمسه تعبير الصغير ومنتجها، يعني حاجه بسيطه كده منها. جبت بقى كسرولة صغيره، او يعني الحله الصغيره اللي انا هعمل فيها الصلصه، وهي دي هعملها باسرار المحلات. اقسم بالله ما هتقدروا تفرقوها ما بين الجاهزه، ويمكن تكون احسن كمان من المطاعم يعني. دلوقتي جبت شويه زيت وحطيت فيه بصله متقطعه صغير، مش هستنى عليها لما تصفر. انا هي دوبك كده ان هي يعني تاخد لون شفاف، بس هبتدي انزل عليها بعصير الطماطم. زي ما انتم شايفين انا عصره الطماطم او ضربها في الخلاط بدون ميه، يعني يعتبر كده ايه، يعني ربع كوبايه ميه على كميه الطماطم دي كلها، عشان خاطر بس امشي الخلاط، انا عايزاها تبقى تقيله جدا. دلوقتي هحط عليها معلقه من الكمون ومعلقه من الملح ومعلقه من السكر، واهم حاجه السكر. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اقول لكم على سر من اسرار المطعم. هو السر ده يعني بصوا بجد هو ده اللي بتفرق في طعمها، معلقه التوم الني. ما تحمروش التوم يا جماعه مع البصل، لان بصوا التوم الني ده بيديكي ريحه وطعم المطاعم بالظبط. وكمان حطيت زي ما انتم شايفين معلقه خل. كده سيبناها بقى كده على جنب زي ما انتم شايفين تغلي مع بعض وتتسبك مع بعض. وكمان خلصت البصل حمرته. دلوقتي هبتدي اشتغل في الكشري نفسه. هو بقى جبت حله تكون كبيره شويه عشان تقضي كميه الكشري اللي انا هعملها. انا عامله بقى ايه، جبت نص شويه، يعني شويه زيت. زيت مش سمنه، اهم حاجه زيت. حطيت عليه نص كوبايه من الشعريه، ويعني بصوا مقدار الرز زي مقدار الشعريه، انا حطيت نص كوبايه رز ونص كوبايه شعريه، وممكن كمان تكتروا في الشعريه اكتر. ضفت عليهم كميه العدس اللي انتوا عايزينها اللي انتوا تحبوها، العدس بجبه مغسول ولا منقوع ولا اي حاجه، يا دوبك غسلته بس. عطيته تشويحه معاهم بردك، ونزلت بكميه المكرونه. وانا كميه المكرونه اكيد بتبقى اكتر من كميه الرز. انا حاطه كيس مكرونه كامل، يعني بولتين مكرونه، او مثلا حوالي 3 كوبايات، ونص كوبايه رز ونص كوبايه شعريه. المقادير دي طبعا ترجع لك انتي. اهم حاجه هتشوفوا الميه مقدارها عامل ازاي لما هحطها. اهم حاجه تبقى مغطيه المكرونه بصبع، اكنك بتسوي الرز العادي خالص بتاعنا، الرز ابو شعريه العادي، ملكيش دعوه باي حاجه محطوطه جواه، كله هيستوي مع بعضه وما تقلقيش من اي حاجه. دلوقتي بعد ما حطيت ميه بتغلي على الكشري بتاعي، هديله بقى تقلبتين كده، وما بقلبش في المكرونه كتير. يعني اول ما بنزل المكرونه ما بقلبش كتير، اول ما بنزلها بنزل عليها الميه المغليه على طول. وبحط بقى الملح بتاعي، وما تكتريش في الملح لان انت طبعا هتحطوا دقه وهتحطوا حاجات تانية. فانتوا ايه دوبك كده معلقه ملح ومعلقه كمون، ومفيش اي حاجه تانية هتضيف عليها.
هتغطي عليها، واول ما هتغلي هتوطي النار وهتديها تسوية الرز العادي خالص. دلوقتي بقى هسيبها تستوي مع نفسها. ودلوقتي هحضر معاكم الدقة اللي هي الشطة، اللي هي الدقة الحمراء. يعني على حسب ما انا مسمياها، هي الدقة الحمراء اللي هي دقة الشطة يعني. دلوقتي بقى جبت معلقتين من الصلصة اللي احنا عملناها للكشري العادية خالص، اللي احنا بنحطوها عليه، بجيب منها معلقتين وعليهم كمية الشطة اللي انت عايزاها. انا حطيت 3 معالق، فدي بتبقى احسن من اللي انت بتشوحي الشطة على النار. الصراحة يعني حرام جسمنا، حرام معدتنا تموت، يعني احنا كده بنموتوا نفسينا. اللي هي المتحمرة دي بتبقى الصراحة حامية جدا وبتتعب جدا الجسم، اللي هي المعدة. فالصراحة يعني شايفة دي تعتبر حلوة وطعمها حلو، وبرضك ما تضرناش قوي. يعني هي اكيد بتضر، بس يعني ايه، مش بتضرنا قوي يعني. إيه، عشان اللي عنده قولون او عنده معدة هي اكيد بتضر بس يعني مش قوي. اوكي، بس كده. وضفت عليهم الخل وقلبتهم مع بعض زي ما انتوا شفتوني عملت كده، وكده خلاص خلصت الدقة بتاعتنا. دلوقتي بقى بعمل الخل والثوم، اللي هو الخل العادي اللي بيبقى لونه مخضر شوية. هتشوفوها بقى، دي بتبقى كلها خل، ولو الخل بتاعك مركز قوي ممكن تضيفي عليه مية. حطيت بقى كمية الخل اللي انا عايزاها، وهبتدي ان انا اضيف عليها معلقة واحدة من الكمون. هو بدأ ده بيبقى ده لونها، هو بتلاقوه عند الراجل لون كده فاتح شوية، ولون اللي هو الأحمر، يعني واحدة الخل وواحدة اللي هي الأحمر. دي بقى اللي هي الخل والثوم وملح، معلقة ثوم، معلقة كمون، معلقة ملح. وطبعا الخل زي ما انتوا شايفين كده، وبقلبهم وكده بردك. انتهى معايا الدقات بتاعتي او الصوصات مثلا اللي بتتحط جنب الكشري، في منتهى السهولة وفي منتهى الجمال، والصراحة ما بيتعبوش قوي زي اللي بيبقوا على النار. دلوقتي هوريكم الكشري بعد ما خلص، او بعد ما هو استوى في الحلة بتاعته. شايفين شكله حلو ازاي، استوى وزاد كده، والمكرونة نفشت واستوت، والرز كمان استوى، والعدس كله استوى مع بعضه في نفس الحلة. الصراحة ما فيهوش غلطة، ما شاء الله، كان جميل جدا وما خدش وقت خالص معايا. فده يعتبر الصراحة طعما بالنسبة لي أحسن من التاني اللي هو بنعمله كل حاجة لوحدها. الكشري المصري إن شاء الله نعمل مع بعض الكشري الاسكندراني، بما إني من اسكندرية يعني إن شاء الله نعملوه. ف في حلقة تانية ان شاء الله. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اقدمه معاكم. حبيت ان انا اقدمه في بولة شفافة عشان تشوفوه من تحت عامل ازاي. ويعني انا بحب الكشري يبقى في حاجة واسعة زي كده، وطبق يبقى يعني زي البولة كده، ما يبقاش طبق مسطح عشان ما يقعش من بره، وتقدري تقلبي فيه. يعني انتوا بردك دي معلومة ان الكشري يعني يستحسن تقدموه في حاجة زي كده، ما تقدموش في طبق مفتوح، عشان اللي بيقلب ياخد راحته في التقليب وهو بياكل يعني. طبعا تقدروا تضيفوا مكرونه سباكيتي، تقدروا طبعا تضيفوا اي حاجه بردك، اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنحطها في الكشري العادي بردك هتستوي تمام. دلوقتي بقى بعد ما حطيت الكشري كده من تحت، ضفت عليه الصوص بتاعي، وشايفين هو تقيل ازاي ولونه جميل، وريحته والله كانت تحفه، والطعم ما اقولكوش والله العظيم زي اللي بنجيبوه من المحلات الكشري بالظبط. دلوقتي بقى شايفين البصل لونه ازاي، وكمان مقرمش وجميل. يا ريت كنت جبت صوته، بس الصراحه نسيت، وانا يعني هو بيقرمش كده. بس شكله يعني بيدل ان هو مش يعني شايفين ان هو مش طري، شكله باين عليه ان هو ناشف ومقرمش وتحفة. ده الشكل النهائي ليه. حمرت بقى جنبه شوية بطاطس كده، هتشوفوهم دلوقتي، بطاطس شيبسي، وحطيت عليها توابل اللي هي الجاهزة دي بموت فيها. شايفين بقى كده، بحط بقى الكشري وجنبه بقى الدقة بتاعته. وهوريكم دلوقتي طبق البطاطس اللي انا قليته جنبه. وكانت اكله جميله جدا وموفره. اتمنى كده يكون الفيديو عجبكم. اهو طبق البطاطس الشيبسي اللي انا قلت لكم عليها. الصراحه كانت اكله جميله جدا، وانا بقى عن نفسي بحب الكشري. قولوا لي بقى بتحبوا الكشري ولا ايه نظامكم؟ في الكومنتات مستنياكم، واقول لكم بقى مع السلامه، واشوفكم فيديو جديد. اوعوا تنسوا اللايك. باي باي.